السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناه كيتشن سكينه من مطبخ سكينه. اليوم غنشارك معكم مملحات سهله وسريعه. غادي نحتاجوا بصله كبيره مقطعه الى قطع صغيره، غادي نحتاجوا 250 غرام من اللحم الديك الرومي، غادي نضيفوا فلفل احمر، سكينجبير، توابل الشاورما، كنضيفوا الملح وزيت المائده، وكنخليو الحشوه ديالنا على نار عاليه الى متوسطه حتى كتشحر مزيان. للعجين غادي نحتاجو 300 غرام من الدقيق، ملعقة من الخميرة الجافة، ملعقة من السكر، غادي نضيفو نصف ملعقة من الملح، وكنضيفو 2 ديال المعالق من الزيت المائدة، كنضيفو ابيض بيضة، وكنحتفظ باصفر البيض للتزيين. من بعد كنجمعو العجينة ديالنا بالماء الدافئ، كندير لكم العجينة ديالنا 5 ديال الدقائق وكنخليوها حتى كتختمر. كندير لكم العجينه ديالنا واحد 5 ديال الدقائق وكنخليوها حتى كتختمر. غادي نضيفوا الزيتون الى الحشوه ديالنا وكنخليوها حتى كتبرد مزيان. من بعد ما كيختمر لينا العجينه ديالنا كنشكلوها على شكل كويرات. انا قسمت العجينه ديالي على 6 كويرات وكنبسطوها على طاوله العمل، وكنوضعوا الحشوه ديالنا في الوسط. وكناخدو اصفر البيض اللي احتفظنا به وكنضيفو له قليل من الخل، وكندهنو المملحات ديالنا او الميني باغيت وكنزينوهم بقليل من السمسم، وكندخلوهم الفران يكون سخون على درجه 280 درجه. كنشعلوا الفران غير من تحت حتى كيطيبوا، عاد نشعلوا الفوق. وهنا المملحات ديالنا او الميني باغيت كيجيو روعه. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تنسوش دائما دعمونا باللايك وبابونيو. الى فيديو قادم ان شاء الله.